بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد. اهلا بيكم يا احلى اخوات واحلى متابعين. في الفيديو ده ان شاء الله هنعمل الاكل النهارده فلاحي على الكانون. هنطيب اللحمه على الكانون ونعمل صينيه بطاطس وحبه رز. اول ما الميه بتغلي بالشكل ده كده بنزل باللحمه. بسم الله الرحمن الرحيم. هسيبها تغلي شوية كده لمدة 10 دقايق أو ربع ساعة، وبعدين هضيف لها حبة فلفل أسمر وبصلة. تسوية اللحمة كده على قديمه، بنسويها على الكانون، بنحط لها حبة فلفل أسمر وبصلة 3/4 وبنسيبها تستوي كده. خلاص بعد اللحمة ما استوت اهي زي ما انتوا شايفين، هضيف لها الملح واسيبها حوالي 5 دقايق وبعدين ارفعها من على النار. بعد اللحمة ما استوت ورفعتها من على النار، هعمل بقى صينية البطاطس. بسم الله الرحمن الرحيم. دول 5 ثمرات كبار من البصل، خرطتهم صغير بالشكل ده كده، وحطيت حبة من الزيت ومعلقة كبيرة من السمنة البلدي، وهقلبهم بقى لحد ما ياخدوا لون ذهبي حلو كده. بعد ما اخد لون ذهبي بالشكل ده كده زي ما انتوا شايفين، بنزل بالقوطة. طبعا البصلة لما بتاخد لون كده بتخلي طعم البطاطس حلو قوي. بنزل بالبطاطس. انا ضفت ملو الكوباية بتاعت الشاي مية علشان البطاطس تستوي حلو. ممكن انت لو عايزة تحط لها مغرفتين من الشوربة مفيش مشكلة، مغرفتين مرقة. بحط لها ملح وفلفل اسمر. هقلبها كده تقليبة حلوة وبعدين احط اللحمة فيها. بسم الله الرحمن الرحيم. انا هحط اللحمة كلها في الصينية. بعد ما احط اللحمة امسكها اقلبها تقليبة حلوة كده وتشوفوها معايا كده. خلاص انا ظبطتها اهي زي ما انتوا شايفين. قلبت البطاطس بقى تمام تقليبة حلوة معاها اللحمة، واغطيها واسيبها لحد ما تبدأ تغلي وهوريها لكم. ودي البطاطس اهي وهي داخلة على سوا لسه ما استوت. ودي البطاطس اهي بعد ما استوت زي ما انتوا شايفين. هرفعها من على النار ونعمل حبة رز بشعرية. ودلوقتي هعمل الرز. بنزل بالشعرية. بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما انتوا شايفين كده انا حطيت حبة من الزيت ومعلقة كبيرة من السمن، سمنة بلدي، وبقلب بقى الشعرية كده لحد ما تاخد لون ذهبي حلو كده قوي. بضيف الرز وبضيف له الملح بتاعه، بقلبه بقى كده تقليبة حلوة لحد ما ينشف من ميته، وبعدين هزوده بقى. بس كده تمام. هنزوده بقى بالشوربة. دول حبة شوربة وعليهم حبة مية، يعني حوالي كوبايتين من المية وكوبايتين من الشوربة، والنص كده والنص كده. بقلب بقى تقليبة حلوة كده وبغطيه واسيبه لما يدخل على سوا ان شاء الله هوريهولكم. عايزة اقول لكم طعم الرز على الكانون ما شاء الله تحفة. وده الرز اهو بعد ما استوى، وهنبدأ نغرف الاكل ان شاء الله. عايزة اقول لكم الاكل شكله حلو وريحته حلوة وطعمه احلى. بألف هنا وشفا لكل اللي بياكل. بتمنى لو الفيديو عجبكم تعملوا لايك وشير وتشتركوا في القناة عشان يوصلكوا كل جديد. اشوفكم على خير الفيديو الجاي ان شاء الله.